تخيلت يوما أن حارسا مغربيا يتفوق على كورتوا في بطولة عالمية؟ وهل كنت تتوقع أن يظهر نجم مغربي في التشكيلة المثالية لكأس العالم للأندية إلى جانب كبار أوروبا؟ لحظة، الأخبار لا تتوقف هنا. انتقال مفاجئ قد يغير مسار بلال الخنوس، وساندرلاند يقترب من ضمه رسميا. أما أشرف حكيمي فقد خطف الأضواء من الجميع بأداء استثنائي مع باريس سان جيرمان. في هذا الفيديو سنكشف لكم كل التفاصيل. لا تغادر، كل ثانية في هذا الفيديو تستحق المشاهدة. شهدت التشكيلة المثالية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 في نسختها الأولى بالنظام الموسع الجديد حضوراً مغربياً لافتاً أكد مرة أخرى بروز نجوم المغرب على الساحة العالمية وتألقهم في أقوى البطولات الكروية. فقد ضمت التشكيلة التي نشرتها منصة الإحصائيات العالمية المتخصصة سوفا سكور اسمين بارزين من نجوم الكرة المغربية، هما الحارس ياسين بونو لاعب نادي الهلال السعودي، والمدافع أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه خلال منافسات البطولة. ياسين بونو الحارس الأمين لعرين الهلال لم يكن مجرد اسم في قائمة الفريق، بل أحد أعمدته الأساسية، خاصة خلال المواجهة القوية أمام مانشستر سيتي في دور الثمن، حيث تصدى لفرص حاسمة وساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه ربع النهائي، ليحصد تقييما مرتفعا أهله ليكون أفضل حارس في البطولة من حيث التصديات ومنع الأهداف. أما أشرف حكيمي فقد واصل تألقه المعتاد في الرواق الأيمن، وجمع بين الصلابة الدفاعية والانطلاقات الهجومية السريعة ليساهم في 4 أهداف خلال مشوار باريس في البطولة. سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين. أداؤه المتوازن ومردوده الثابت جعله الخيار المثالي في مركز الظهير الأيمن، ليحجز مكانه بجدارة في التشكيلة المثالية. اختيار سوفا سكور للتشكيلة المثالية لم يكن عشوائياً، بل اعتمد على تقييمات دقيقة للأداء الفردي في كل مباراة، مما يجعل وجود اسمي بونو وحكيمي شهادة واضحة على المستوى العالمي الذي بلغه اللاعبان. بهذا التميز يواصل المحترفون المغاربة تأكيد مكانتهم كأسماء وازنة في كرة القدم الدولية، ويمنحون الجماهير المغربية والعربية أسبابا جديدة للفخر. كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والخاصة بأداء حراس المرمى خلال كأس العالم للأندية التي أسدل الستار على منافساتها مساء الأحد عن مفاجأة مدوية في تصنيف أفضل حارس مرمى من حيث التصديات ومنع الأهداف. وبحسب هذه الأرقام فقد تصدر الدولي المغربي ياسين بونو حارس نادي الهلال السعودي القائمة كأفضل حارس في البطولة من حيث منع الأهداف المحققة أو ما يعرف ب Goal Preventions، متفوقا على كبار الحراس المشاركين في البطولة، وعلى رأسهم البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد. الأرقام تتحدث بوضوح. ياسين بونو قام ب91 تصديا حاسما لمحاولات تهديفية كانت مرشحة للتحول إلى أهداف. تيبو كورتوا ريال مدريد جاء في المركز الثاني ب88 تصديا. جون حارس بوتافوغو البرازيلي حل ثالثا ب81 تصديا. وما يميز هذه الأرقام أنها لا تحصي فقط التصديات العادية، بل تقيم جودة التصدي وأهميته في اللحظة الحاسمة، مما يجعل ما قدمه بونو خلال البطولة أقرب إلى الإعجاز. وقد أبهرت تدخلات بونو المتابعين والنقاد، خاصة خلال مواجهة مانشستر سيتي في دور ثمن النهائي، حيث تصدى لانفراد خطير من أحد مهاجمي السيتي بطريقة أثارت إعجاب محللي الكرة العالمية، وتحولت إلى واحدة من أبرز لقطات البطولة تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام الدولية. ورغم خروج الهلال من المنافسات في ربع النهائي على يد فلومينانسي، إلا أن بونو خرج مرفوع الرأس بعدما بصم على واحدة من أقوى المشاركات الفردية في البطولة، مؤكدا مرة أخرى مكانته كواحد من أفضل حراس المرمى في العالم.
هذه الأرقام تعزز من قيمة الحارس المغربي الذي أصبح يشكل مصدر أمان لأي فريق يحمي عرينه سواء مع المنتخب الوطني أو على مستوى الأندية. اختار الدولي المغربي أشرف حكيمي أن يختتم موسمه مع نادي باريس سان جيرمان بتدوينة مؤثرة حملت في طياتها الكثير من المشاعر، مختزلة رحلة موسم طويل ومرهق انتهى بطريقة لم تكن كما كان يتمناها الفريق الباريسي. فبعد الهزيمة القاسية أمام تشيلسي ب3 أهداف دون رد في نهائي كأس العالم للأندية، نشر حكيمي رسالة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: نهاية الموسم لم تكن كما تمنينا، لكنها لا تلغي الفخر بكل ما حققناه خلال هذا الموسم التاريخي. شكرا لكل من ساندنا في هذا الشهر بالولايات المتحدة، نراكم قريبا. رسالة قصيرة لكنها تعبر بصدق عن واقع موسم مليء بالأحداث والإنجازات. فرغم خيبة الأمل في اللقاء الختامي الذي جرى على أرضية ملعب ميت لايف بمدينة نيويورك، فإن الفريق أنهى موسمه بواحد من أنجح المسيرات في تاريخه. فقد نجح باريس سان جيرمان في تحقيق ثلاثية محلية: الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، وكأس الرابطة، إضافة إلى الإنجاز الأكبر المتمثل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، وهو ما سيبقى محفورا في ذاكرة جماهير النادي. وخلال هذا الموسم برز أشرف حكيمي بشكل لافت، حيث تألق في الجانب الدفاعي والهجومي على حد سواء ليتوج مجهوداته بالاختيار ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم للأندية، في إنجاز يؤكد مكانته كأحد الأعمدة الأساسية في خطة المدرب لويس إنريكي الذي اعتمد عليه كعنصر توازن رئيسي في الرواق الأيمن. وبعد نهاية هذا الموسم الطويل ينتظر أن تحصل اللاعبون على إجازة قصيرة لا تتجاوز 3 أسابيع قبل العودة إلى التدريبات استعدادا لموسم جديد يبدو أكثر صعوبة من سابقه، خاصة وأن إدارة باريس سان جيرمان وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على لقب الدوري الأبطال إلى جانب مواصلة الهيمنة محليا. كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي ساندرلاند دخل في مفاوضات متقدمة مع ليستر سيتي من أجل التعاقد مع الدولي المغربي بلال الخنوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق العائد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وبحسب عدة منابر بريطانية، فإن إدارة ساندرلاند تتحرك بثقة في هذا الملف بعد أن أبدت اهتماما جديا باللاعب المغربي الشاب الذي يقال إنه لا يخفي رغبته في مغادرة ليستر هذا الصيف تفاديا للعب في دوري تشامبيونشيب عقب نزول الفريق إلى الدرجة الأولى نهاية الموسم الماضي. المصادر نفسها أشارت إلى أن ساندرلاند يبدو الطرف الأقرب للظفر بخدمات الخنوس في ظل رغبة اللاعب الجامحة في العودة إلى مستوى النخبة ورفضه مواصلة مشواره في دور لا يرقى لطموحاته، خصوصا بعد موسم لم يكن سهلا مع الثعالب. من جانب آخر، لا يعارض نادي ليستر سيتي فكرة التخلي عن اللاعب، خاصة وأن عقده يتضمن شرطا جزائيا لم يتم الكشف عن قيمته الدقيقة، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه لا يقل عن 21 مليون جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي تعاقد به ليستر مع الخنوس صيف العام الماضي قادما من جنك البلجيكي. جدير بالذكر أن اللاعب الشاب وقع عقدا مع ليستر يمتد حتى صيف 2028، لكنه لم يخفي منذ فترة طويلة رغبته في تغيير الأجواء، خصوصا مع اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته على غرار موناكو الفرنسي وويست هام يونايتد الإنجليزي. وفي حال نجحت صفقة انتقاله، فإن بلال الخنوس سيكون ثاني لاعب مغربي في صفوف ساندرلاند هذا الموسم بعد انضمام شمس الدين الطلبي من نادي كلوب بروج البلجيكي بموجب عقد يمتد ل5 سنوات. التحركات المتسارعة من جانب ساندرلاند تؤكد أن النادي يطمح إلى بناء فريق قادر على ضمان البقاء والمنافسة في البريمير ليج، مع الاعتماد على مواهب شابة طموحة مثل بلال الخنوس الذي ينظر إليه كأحد أبرز اللاعبين الصاعدين في القارة الأوروبية.